برحب بيكم مشاهدينا وتاني فقرات يوم جديد معاكم النهارده، وخلينا نتكلم شويه عن المجلات والفنون الخاصه بالاطفال. يمكن مجلات الاطفال اللي منتشره في مصر من سنوات طويله هي اشهر المجلات، اغلبها مجلات فكاهيه او كاريكاتير او مجلات ساخره، ولكن قليل جدا المجلات الثقافيه الخاصه بالاطفال، بالذات في الاعمار اللي بتتراوح ما بين من 7 أو 8 سنين لغايه عمر 12 و13 و14 سنه. الفتره دي اهتم بيها جدا رابطه خريجي الازهر، وهذه رابطه العالميه لخريجي الازهر اهتموا جدا بمجله اسمها نور. انشأوا هذه المجله، هم اغلبهم خريجين الازهر، واهتم بيها العديد من الفنانين والكتاب علشان يحاولوا يقدموا معلومه ثقافيه محترمه فيها الجانب التاريخي والجانب التثقيفي والجانب التعليمي. وخلينا نرحب بضيفتنا منورانا النهارده الفنانه الاستاذه نهى ابراهيم. صباح الخير عليكي نهى. صباح النور، اهلا. ومبروك على مجله نور. الله يبارك فيك. يعني حتى من الأغلفة وشكل المجلة نفسه شكله لطيف جدا، سواء الفن التشكيلي الخاص بنوها طبعا أو تصميم المجلة أو حتى المحتوى. لو حاولتوا أن انتوا تطلعوا عليها بتهيألي أن انتوا هتستفيدوا كتير. ولكن هسأل الأول نهى، الفكرة بدأت إزاي وإيه اللي شجعكم أن انتوا تعملوا حاجة يعني خريجين أزهر يهتموا ليه بمجال خاص بالأطفال؟ هي الفكرة ابتدت الأول مع دكتورة نهى عباس. كان في مؤتمر بيناقش الفكر التطرف وإزاي مكافحته وإزاي مواجهته والطرق ده. هي كانت مهتمة من زمان جدا بمجال الطفل والكوميكس عموما، وليها طبعا خبرة في المجال كبير وقدمت أعمال قبل كده كتير. فهي قدمت فكرة إن يتعمل مجلة تخاطب الأطفال وتقدم لهم فكر معتدل أخلاقي عام. ممكن يبقى فيه جوانب دينية لكن متقدمة بشكل مبسط، مفهوش يعني يمكن تعمق قوي، احنا مش علماء أزهر، لكن أهم حاجة فيه إنه يقدم الأخلاق بشكل جميل. بعدها بدأ الموضوع يهتم بيه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب. بدأ يبقى فيه لقاءات. هي طبعا بدأت تستشير أستاذ فواز، هو المستشار الفني للمجلة، يشوفوا هيعملوا إيه، الأبواب هتبقى إزاي. بعد كده جاء دور بقى الاستعانة بفنانين. كان بقى اتصلت بيا قالت لي احنا عايزين نعمل مجلة وأنا عارفاكي بتحبي الحاجات الإسلامي فقلت لها طيب تمام خلاص نبتدي بقى نفكر هنعمل إيه في الموضوع ده. بدأت هي تكتب السيناريو. طبعا الموضوع كان في الأول بادئ صغير جدا لأن احنا ما نعرفش الموضوع هيكبر هيتوافق عليه ولا لأ، كانت مغامرة يعني. فكنا بنعمل كل حاجه بايدينا، عدد قليل جدا في فنانين شباب زي كتاب، في اجيال مختلفه، في استاذ ملهم حسين كان بيكتب، عمرو الطاروطي، ادهم فواز كان بيرسم، امل سمير، مصطفى برشومي، ناس كتير معانا. بدا بقى كل واحد يقدم حاجه. طيب خلينا نتكلم في الحاجات اللي اتقدمت والافكار الاساسيه او الابواب الثابته اللي موجوده في مجله نور. تمام. اول حاجه طبعا شخصيه نور. هي شخصيه نور التصميم الكاركتر الرئيسي استاذ فواز. قصه انا برسمها. هو طفل عنده 10 سنين اللي هو اللي على الغلاف دون. المفروض ان الطفل دون دكتوره نهى عباس بتكتب الحلقه دي. الطفل ده طفل شقي بيمثل اطفال كتير مصريين يعني. الطفل دون متاثر شويه بالمجتمع الغربي، فوالده ووالدته بيبتدوا يلاحظوا ده، فبيبتدوا يفكروا ازاي يغيروا السلوك ده عنده. بيبعتوه لعمه، عمه ده عالم، عمه ده مخترع جهاز او بوابه بتنقل الناس عبر ازمان مختلفه، فهينقلوا للزمن اللي فيه العلماء المسلمين ويبتدي يقابلهم ويعرف منهم كانوا بيخترعوا ازاي، كانت الحياه ازاي وقتها. هو محاوله للربط بين القديم والحديث والربط ما بين العلوم الحديثه والجذور الاسلاميه، اللي هو اصلا العلماء المسلمين هم اللي اسسوا الحضارات اللي موجوده عموما العلميه وغيرها يعني. تمام، دي قصه رئيسيه. في بعد كده قصص تانية بقى كتير بتتنوع بين الديني وبين التاريخي. يعني في مثلا عن ثوره 19 اتقدم كان رسمها فنان كبير معانا برضو. في ابواب بتبقى بتتكلم عن الاخلاق، في ابواب مسابقات. هو الفكره ان احنا مش عايزين الطفل متلقي بس، احنا عايزينه مشارك متفاعل، وعايزينه بيفكر بعقل ناقد مش بيفكر بعقل المتلقي وفقط. ففي مسابقات دينيه ومسابقات لاكتوبر، حرب اكتوبر.
اول مره في الباب العسكري ده كتبوا جمال المصري، بعدها بدا ان احنا نطرح الموضوع للاطفال. انت عايزين نربطهم برضو بالتاريخ، يعني يبقى هو بيعمل سيرش وبيدور وبيقدم، وبعد كده الابحاث دي بيتم تقييمها واختيار الناجح منها. برضو كان في باب ديني عن تاريخ الازهر، عملنا مسابقه وتقدم لها اطفال كتير، وحتى كان من ضمن الفائزين طالبه اسمها مريان، فده كان شيء جميل جدا، يعني هي قدمت بحث رائع بصراحه. بدأنا بعد كده بقى يبقى في أبواب تانية، في باب طبي، معلومات عامة، في عن الطعام، في اصنع بنفسك، اللي هو نخلي الطفل ازاي نكتب له مثلا طريقة عمل حاجة معينة وهو ينفذ بنفسه. المجلة تقريبا بقالها 4 شهور. 4 شهور. طيب هل في أي يعني رد فعل من الجمهور، في تواصل ما بين القراء وما بين المبدعين اللي موجودين في المجلة؟ أكيد طبعا. إزاي طبعا بيحصل ده؟ واحنا يعني احنا معتبرين الكائن ده ابننا. ف يعني ده كان حلم عند كل الفنانين في المجلة بصراحة من زمان، فاحنا بنقوم بالدعاية بنفسنا بقى. يعني احنا مش مستنيين، يعني من اول خالص ما ابتدينا يعني عارفين ان المجهود قليل والدعم يعني كان ساعتها لسه الدنيا بتبتدي، مش عارفين هيحصل ايه. فبقى على الفيس بقى بدأنا ننشر، وكل شوية ننزل الرسومات ونكلم الناس. طبعا في صفحة لينا لمجلة نور، في موقع، بعدها بقى بعد كده الموقع عليه المجله بشكل الكتروني، يعني موجود بالظبط، بننزل ابواب، بننزل حاجات. هو المفروض بقى كده هيبقى في ابلكيشن ان شاء الله هتنزل بشكل الكتروني. بدا بقى يبقى في تفاعل من الجمهور، بدانا نلاقي الاباء والامهات مهتمين، لان دي حاجه جديده. يعني في مجلات كتير في السوق، بس انك انت تقدمي لهم محتوى كمان ديني واخلاقي، ويكون برعايه الازهر، ويكون في متابعه منه، فده بالنسبه لهم حاجه مهمه كانوا بيحلموا بيها. يعني بدا يبقى في استفسارات كتير جدا، الرسائل بشكل ضخم. بدا يبقى في كمان مشاركه، يعني الناس بتعمل شير للكلام ده ومبسوطين يعني. فده شجعنا بصراحه ان احنا بقى. تقريبا عددكم قد ايه يا نهى؟ يعني ما بداتوا المجله في بدايه تاسيسها خالص لا مش كتير، يعني احنا حوالي قولي 10 كده مثلا، ما بين كتاب ورسامين. بس يعني 7 صنايع بقى، كل واحد فينا بيعمل كذا حاجه. يعني انا برسم وبكتب ومدير فني، في ناس تانية بترسم وبتكتب، دكتوره نهى عباس نفس الحكايه برضو، استاذ فواز مستشار فني وهو اللي بيرسم برضو، يعني الغلاف ده رسم استاذ فواز. الرسومات وطبعا في قصص جوه بقى، الفيلسوف فرسوف. طيب في قبل ما بيتم كتابه اي حاجه للاطفال، حتى ولو عمل فني مثلا، فن تشكيلي او كتابه خاصه بحياه الطفل، هل في اي تواصل مع الاطفال بشكل مباشر؟ طبعا طبعا، يعني احنا بنسمع ارائهم، هم بيراسلونا وبيتكلموا وبناخد رايهم في كل حاجه. يعني حتى كمان انا قلت لك في الاول ان احنا مخلينهم يكتبوا كمان. طيب في كمان مسابقات للشخصيه، تصميم شخصيه كرتونيه موجوده دلوقتي. يعني هو لازم مهارات في كمان استاذ منعم بقى ما يجي يتكلم ان شاء الله، هو عمو منعم بيكتب شعر، وبرضه بيشجعوا الاطفال ان هم يبتدوا يعني يخترقوا المجال ده. طيب ايه الموضوعات اللي اتفاجئتوا ان الاطفال بيتكلموا فيها وعندهم خلفيه عنها بشكل كويس، وكانت بالنسبه لكم يعني اضافه للمجله ان يحصل تواصل ما بينكم كجيل وكجيل الاطفال الناشئ؟ بس يعني هو احنا مش متفاجئين، لان احنا عارفين الاطفال ما شاء الله اذكياء جدا جدا، بيتكلموا في موضوعات مختلفه كمان. يعني وكمان مطلعين قوي. فاكره ايه اهم الموضوعات اللي طبعا موضوع الازهر، موضوع نشأة الازهر، تاريخ الازهر. يعني احنا فوجئنا بكم معلومات وابحاث رائع. وطبعا كنا ملزمين ان احنا نختار بس افضل 3 يعني، لكن لا الاطفال لا تفاعلوا مع الموقف وجمعوا معلومات وقدروا يكتبوا بشكل منسق، شيء جميل يعني. أنا بشكرك جدا يا نهى، بتمنى لكم كل التوفيق، بتمنى مجلة نور للأطفال إن شاء الله تنجح. أنا حاسة إن هي أصلا بادية بداية ناجحة جدا الله. وتحياتنا لكل العاملين والمبدعين اللي بيحاولوا إن هم ينقلوا ولو صورة مبسطة من حياة الأطفال المصريين والجذور الإسلامية الرائعة اللي موجودة، اللي ممكن إن احنا إن شاء الله نساعد ولادنا إن هم يتعلموها وياخدوا عنها فكرة، وبالتالي تقدر تساعدهم في إن هم يطلعوا شخصيات مختلفة عن أجيال فاتت. بشكرك جدا على حضورك، ولسه متواصلين معاكم وضيوفنا اللي بينورونا. بعد فاصل قصير هيكون معانا ضيف
مع زميلتي رنا. خليكم معايا.